يمكن من أكثر اللحظات اللي باش تقعد ديما محفورة في تاريخ الكرة التونسية هو فينال شامبيونز ليج 2018، النهائي اللي جمع ترجي الرياضي التونسي والمنافس نتاعو الأهلي المصري. لحظات وتنطلق المباراة النهائية. برشا عباد تتفكر هدف البدري ولا تعليق الشوالي، أما اللي برشا يمكن نساوه هو مشوار الترجي اللي ما كانش سهل، ماتشات صعيبة، ضغط على الجوارات، وبرشا مرات وين شعر لو وقف المشوار قبل ما يوصل. وبرا من ستاد زاد التنشن والبريشر كانوا كبار برشا على الكلوب وعلى الجمهور بسبب برشا دراما صارت، اللي خليت حكاية الفينال هذا حكاية ما تتنساش. أنساتي سيداتي سادتي، باش نحكيو اليوم على مشوار الترجي في شامبيونز ليج 2018. هيا الكرة استسجلها كوليبالي وهدف التعادل للترجي الرياضي. جود اللعب بوكامبا وهدف التعادل مش معقول. فما حاجات اللي عمرك ما تراها. الدولة الترجية بطل افريقيا. تبدأ حكايتنا من شامبيونز ليج 2017 وين خرج الترجي من الربع النهائي بعد ما تعادل في مصر مع الأهلي قبل الهزيمة 2-1 في رادس. برشا عباد حسوا بخيبة أمل كبير على خاطر الجوارات موجودين، أما الاختيارات خلينا نقول ما كانتش صعيبة، واللي زاد صعب الأمور هو خروج فخر الدين بن يوسف والفرجاني سيسي. هذا اللي خلى الترجي ما يكونش على الأوراق من أبرز المرشحين للتتويج بالشامبيونز ليج. هذا اللي خلى الترجي تعمل العديد من الانتقالات، أهمهم رجوع تزيري اللي يحبوه برشا توانس يوسف البليلي القادم من أنجي الفرنسي، وحارس المرمى رامي جريدي، ويعينوا خالد بن يحيى كمدرب جديد واللي قادها طيلة الموسم تقريبا، وخاصة في الأدوار التمهيدية اللي ترشح منها الترجي بسهولة وخليه يتيح في المجموعة اللي ما كانتش سهلة، وجمعت كل من الأهلي المصري، كابالا الأوغندي، وتاونشيب رولز البوتسواني. في رادس هيمن الترجي وين ربحوا زوز أطراف 4-1 ضد تاونشيب. يتقدم يصعب بوي يسدد وهدف التعادل. كرة جول كرة جول جول. البليلي المهاري الجزائري يحاول المرور يراوغ يوزع جول جول. يعدي البدري شنو هذا؟ و3-2 ضد كابالا. فرصة خطيرة لكامبالا وكامبالا إخانة الترجي. كامبالا يضرب دفاع الترجي عن طريق النونتا. فريق يبحث عن فرصة بغلط الترجي. دربالي غلط دربالي وبنشرفيه الثاني. الهدف الثاني لكامبالا. الهدف الثاني لكامبالا. ترجي بالهجوم بليلي فنان المايسترو. فرصة تسجيل الهدف الترجي يستفيد. الترجي سجل. كنترول من سامح الدربالي للبدري، ناقل الكرة كوليبالي والثاني في الطريق والهدف الثاني دي بكاري عبدالله بكار بلمسة يرجع الترجي. كرة نانا عند فريق الترجي تلعب داخل المنطقة، محاولة خطيرة. هيا الكرة يسجلها الهداف. الهدف يأتي لفريق الترجي يصطاد شباك فريق كامبالا. في مقابل هزيمة واحدة ضد الأهلي 1-0 من محمود وهذه كرة كثيرة. غريبة وعجيبة اللي يذكر بمرارة الخروج العام اللي قبل. أما الترجي ما كانش حاسم خارج الديار من زوز مباريات وفيه بتعادل سلبي 0-0 وهزيمة ضد كابالا سيتي، واللي خلى الترجي يترشح في المرتبة الثانية ب 11 نقطة مقابل 13 للمتصدر الأهلي المصري. في المجموعات الأخرى ترشحوا كل من مازيمبي الكونغولي وستيف الجزائري من المجموعة ب، الوداد المغربي والحرية الغين من المجموعة سي، والنجم الساحلي التونسي وبريميرو أغوستو الأنغولي من المجموعة دي. في الربع النهائي يقابل الترجي الإيكيب التونسية الوحيدة الأخرى النجم الساحلي اللي يوصل للنصف النهائي في النسخة السابقة وخرج زيادة على يد الأهلي المصري، وهذا اللي يخلي الأمور أصعب بالنسبة للترجي خاطر تو الضغط ما عادش ضغط ترشح برك، أما زادة يلزم ربح الكلاسيكو ضد نظيره النجم الساحلي. يعتمد خالد بن يحيى تشكيلة 4-2-3-1. الدفاع جمع كل من بن محمد شمام ذوادي والدربالي. في وسط الميدان البليلي بقير وبدري يغطيوا عليهم فرانكوم وكوليبالي، وراس الحربة هو القناص الخنيسي. طرح صعيب برشا وسخون يستنى فيهم الزوز. إذا على بركة الله تنطلق هذه القمة النارية. التونسي
تونسية في الأجواء الإفريقية ما بين الترجي والنجم. أيمن الطرابلسي الجوكر ليلعب مدافع أيسر باختيارات المدرب شام الليلي وعماد بن يونس. كرة طويلة من خارج شمام، التعدي للأمام والحكم يعطي مخالفة. خليل قلب الدفاع، خليل اللي يوزع جول. شنو هذا الترجي يعطي مداره في داره. ترجي حديد في أكبر المواعيد يأخذ الأسم، يتقدم في راس يوزع جول. ما زلت نحكي ونقول عمار دار الجنرال عمار. هذا هو عمار يضرب خارج الديار، هذا هو يحضر التحضير والتصوير. الهدف الثاني للترجي، زلزال انفجار في مدرجات الملعب الأولمبي. بيرادس يتنفس الإطار الفني للترجي، إن كان معين الشعباني مجدي تراوي أو المدرب خالد بن يحيى السعداء بعد هذه اللحظات. وينتهي الوقت الآن مشاهدينا الكرام. الترجي يتقدم ذهابا على النجم الرياضي ساحلي بهدفين لهدف في الملعب الأولمبي بيرادس. وفات المقابلة ب 2-1 للترجي. في الروتور الترجي كان مطالب على الأقل تعادل باش يترشح، واللي خلى خالد يقلب التشكيلة 4-3-3 وين باش يلعب على الهجمات المرتدة. يؤشر لانطلاقة المباراة النجم الساحلي بالأساسي الأحمر والترجي بالاحتياطي الأزرق، وتنطلق القمة بحماسة الأنصار والملايين المتابعة لهذه القمة عبر الوطن العربي الكبير. الاستثمار الكرة الثابتة نقطة قوة رئيسية في هذا الموسم، راس خطيرة، فرصة صعبة ومرت على الترجي. البلالي خطيرة، البلالي حط كرة خطيرة جدا، فرصة كبيرة للترجي الرياضي وكرة الهدف طبيعي. الفترة الثانية تمشي كرة لافة دايرة خطيرة بالراس، ترجع من الدفاع والكرة الثانية خطيرة وكرة عالية. وكانت باش توفى المقابلة تعادل سلبي حتى لين جات دقيقة 86. كوليبالي خطيرة جدا، يمشي كوليبالي وهدف الثاني للترجي الرياضي. الترجي الرياضي يسجل هدف الدومي فينال عن طريق فوسيني كوليبالي. بونتو اخر دقيقة ضمن للترجي الترشح للنصف النهائي وين باش يقابل الرابح ما بين بريميرو أوغوستو ومازيمبي. مباراة الذهاب بيناتهم وفات بتعادل سلبي، اما الاياب كانت في الكونغو وكان الحق طرح كاسح شوي. بدا بهدف اول من مازيمبي عن طريق جاكسون موليكا. تصوير ممتازة، التصويب جول. اما الرد كان في دقيقة 34 بعد ضربة حرة من سيق لومبالا بوكامبا. التمهيد وهدف التعادل، هدف التعادل. وبفضل قاعدة الهدف خارج الديار فإنه بريميرو أوغوستو يترشح حتى ولو يوفى طرح 1-1، خاطر اللي ما يتفرجش في الكرة بريميرو أوغوستو سجل خارج ديار أما مازيمبي ما سجلتش خارج ديار. من الآخر المطلوب من أوغوستو المحافظة على النتيجة من غير حتى غلط. What is it? Penalty? Well, I first assumed so. I mean, he most certainly didn't get the ball. دقيقة 45 وضربة جزاء للفريق الكونغولي. بن مالونغو يتقدم بن ويوقفها توني اللي تصدي لها الحارس الأنغولي توني، أما اكتفتش مازيمبي وقعدت تحاول بعد الميتون. was conceded. You can imagine had they conceded penalty. Well, it's another penalty. Yes. لين جابت ضربة جزاء أخرى. سورون بوتو يتقدم من بوتو أمامه توني، مش ممكن مرة أخرى. أي واحد فان مازيمبي راهو يحنب بالجارديان اللي لهذيك، وقعدها ثلاثة الحال وين مازيمبي تحاول وبريميرو أوغوستو تلعب على الهجمات المرتدة لين زفر الحكم نهاية مباراة، واللي يعني ترشح بريميرو أوغوستو للنصف النهائي باش يقابل الترجي. من شيرة الأخرى ستيف ربحت لالي 1-0 ضد الوداد المغربي. وحافظت على التعادل السلبي في الروتور اللي خلاها تترشح باش تقابل الرابح ما بين الاهلي المصري وحريه الغيني. مباراه الذهاب بيناتهم وفات بتعادل سلبي، اما الاياب خلينا نقولوا كان فيه اكثر اهداف. He's scored his goal. Solomon is the man of the moment. Still around.
That's a good, oh, what a great work goal. That's Mawson, can he get the ball across? Oh, he's scored number 3. It was easy. Brute force there for Fati. Oh, Fati's still there. Can he get a shot in? Oh, he's found the back of the net, Fati. Well, credit where credit's due. وصلنا لنصف النهائي. ترجي رياضي تونسي ضد بريميرو أغوستو الأنغولي. الذهاب كان في أنغولا. الترجي اللي ما كانش حاسم خارج دياره مطالب على الأقل بتعادل باش في رادز ينجم يربحها بسهولة. المباراة في أصعب مشوار وسط رئاسة الدار. توزيع وكابالي وسع. يا لطيف ارتف يا لطيف. أو الخنيسي أو الشامو اختارهم مرعبة. البدري والجداي فوق على الشمس التوادي، وهذا الهجوم المعاكس يقوده رايع بن محمد. ممتاز بن محمد أسوار. وكانت هكاك ماشي المباراة لين جات دقيقة 79. دار وهذه الكرة لإسحاق اللي واسع. لا يا شمس الدين لا يا شامو لا. وما زالت الخطورة والهدف الأول للفريق الأنغولي. بينال تعدي الكرة لكن صعبة هي ويفتكها بينال. جول غريبة. علاش الذوادي لسمعة الترماني. كرة ممتازة لسعد بكير. يلا يا سعد يا بكير امشي. سعد بكير يعدي لبلال. بلال يحاول المرور والعبور. ماجري بلال يوسع. شنو هذا؟ وبرغم من المحاولات الاختيارية باش يرجع الترجي إلا أنه في الطرح تقدم بريميرو بهدف دون مقابل. المباراة هذه دفعت إدارة الترجي باش تقيل المدرب خالد بن يحيى ويستغلوا خدمات المساعد متاعو، المدرب اللي برغم صغر سنه إلا أنه عنده ما يقول في روحه، معين الشعباني اللي عنده تو تقريبا 20 يوم باش يحضر تشكيلة مباراة الإياب. واللي زاد صعب الأمور هو تحصل الكابيتان خليل شمام على ورقة صفراء واللي باش يخليه يتغيب على طرح الإياب في رادز. اليوم فرصة كبيرة قدامنا نحن باش نكتبوا أسامينا في التاريخ مرة أخرى. عندنا ثقة في أنفسنا، في اللاعبين متاعنا، عندنا ثقة في الناس المحيطين بنا. تدريب ترجي شرف وحلم اللي كنت عايش به من قبل. ماهيش باش تكون مباراة سهلة، لكن إن شاء الله اللي نوعدوا به جمهورنا اللي باش يجي يساندنا إن شاء الله نقتلوا ورقة الترشح للنهائي إن شاء الله. 50,000 في استاد رادس. 5 متاع العشية بوقت تونس. طقس بارد في 19 درجة. يوم ممطر يوم شتاء بذكريات عام 98 في نهائي كاس الكؤوس ضد نفس المنافس بريميرو و3-1 للحمراء والصفراء. سيكازوي حكم المباراة. أجواء كبيرة جدا، أجواء رائعة جدا، جمهور مجنون، جمهور يدفع الترجي دفع. ناقص كان يهبط يماركي بونتو وتنطلق المباراة. انطلاق الكرة الثابتة تمشي كرة على القائم الأول بالراس والكرة ضربة مرمى الترجي التونسي باهية. بالكرة يوسف البلايلي انتقال كرة ممتاز، فرصة كبيرة. وين الكرة؟ اضرب يا بلايلي، يضرب الكرة البلايلي خطيرة جدا، درجة ركنية. الترجي باش يماركي بالقوة بالسياسة باش يماركي. جيرالدو يوزع كرة، جيرالدو خطيرة، حذاري تسديدة الحارس. الله ممتازة، مرة أولى مرة ثانية صدام. والهدف الأول البريميرو، هدف أول البريميرو. أغوستو مش ممكن. الترجي 3-4 فرص في البدايات وبريميرو أغوستو يسجل هدف غالي. حد كرة لعب مع كوم، يمشي فرانكوم يرجع كرة البلايلي وضربة جزاء. ضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي. لم تنتهي بعد معركة رادس. يا من على اختار اكتب لنا حسن وخير الاقدار. كرة من البلايلي. 15 دقيقة لعب في الشوط الأول. يمشي البلايلي، جول! هدف التعادل للترجي الرياضي التونسي. سنعيد سيناريو 98. الرياضي يمشي البدري، حط الكرة بدري عدى يوزع كرة الجول الثاني يعقوبي، الهدف الثاني للترجي التونسي.
الفريق هذا باش نعطيكم اللي في اول نصف ساعه الترجي مركز سبونتو اول مره يقبل زوز اهداف من عميد بلاتي زفرها يا ربي يا علي يا علي سيكازوي يا سيكازوي مش ممكن في دقيقه 28 باش يعطيه ورقه صفراء تمويه تراه يا هيا يا سا يا كيكا سيكازوي 13 في يشوت اللاعب بوكامبا وهدف التعادل. مش معقول الترجي كاس افريقيا هذه من غير حارس مش ممكن. كنت ننبه قلت لك بوكامبا باش يشوت. نصف نهائي اخر مؤلم لحد الان للترجي الرياضي التونسي الذي لم يبلغ النهائي من 6 سنوات من 2012. يمين على اليمين برافو ممتازه دربالي ما فيهاش يا دربالي سامح الدربالي يلعب كوره والهدف الثالث اي مباراه يا ترجي الهدف الثالث هيثم جول هيثم شويني دقيقة 25 دقيقة بالوقت الضايع يمشي بدري أنيس البدري يدخل كرة في 18 خطيرة والمدافع يمنع الكرة لكن إن شاء الله عاقبتها خير. يمشي سعد بكير كرة من سعد بكير يمشي كرة من سعد بكير وبعيدة يا سعد ترجع كرة ركنية والحارس وفي خطأ. مشكل يا رامي كان كل كرة يا خي الكرة مثل هذه عاد شنو هذا يمشي رامي بس الوقت باش نلعب الكرة الطويلة هذه لازم نبنيو والكرة تمشي من الجويني خطيرة والهدف الرابع الترجي في النهائي يا بدري 4-2 فينال نهائي فاينل صفر خلاص شافوها الرجال ولاد الرجال من دون الرجال الترجي لنهائي دوري الابطال 4-2 يا بريميرو مباراة للتاريخ. وبهدف أنيس البدري يترشح الترجي للفينال ضد الرابح ما بين الأهلي وستيف. مباراة الذهاب كانت في مصر وفات بنتيجة 2-0 لصالح الأهلي المصري. هكا اللي يخلي ستيف توا مطالبة بالربح ما لازمهاش تقبل أي هدف في الجزائر. لسليمان الحاوي والهدف جول بالهدف هذا ستيف توا مطالبة ب4 أهداف باش تترشح. في فرصة لإسلام بكير التسديد يا إسلام تسديدة ممتازة من بكير جول نعم هدف التعادل للوفاق. وللأسف الأهداف جاوا مخر برشا في الطرح وفات المقابلة ب2-1 لستيف وهذا يعني ترشح الأهلي المصري للفاينل. أكثر ثنائية معروفة الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري ديربي إفريقي ممكن من أصعب الأطراح الموجودة. طرح الذهاب باش يكون في مصر وتنقلوا أكثر من 5000 مشجع باش يتفرجوا في الطرح ويساندوا الترجي اللي تلعب خارج ديارها. أما خلينا نقولوا اللي الضيافة وقتها ما كانتش أحسن حاجة. ثم نقطة تفتيش هي الغلطة الوحيدة الجمهور الأهلي والترجي يتقابلوا فيها. نحى الشارجور بتاع الشارجور تنجم تدخل بارفان معاك تدخل كاسكيت تنجم تدخل مرايات نتاعك لونات امور تنظيميه هذه غريبه شويه معناها يدخلونا ساعه مش من باب اللي مستانسين ندخلوا منه مش من باب استاد يجيبونا في معناها السانتور نتاع استاد يجيبونا من باب اخر نلقاو الدنيا معبيه بالحاكم في وسط الجمهور نتاعهم ويجي يوقف الكار ويبتسم معناها وكل يضحك وينرفز فيك ويوتر فيك يقول لك انا باش نطلع نفركس الجوارات والكار والسيكان. الجمهور احنا اتكلمنا معاه وفهمناه. طب المفروض دي ما تتفتش بيحصل ما تتفتش ده لعيب يا فندم. حب يعمل كده ما تطلعش ما تختارع كيف بطل المباراه مش لاعب المباراه انا مانيش لاعب المباراه. حاجه باهيه انه طرح فينال هذا هو اول طرح في افريقيا باش يكون فيه تقنيه الفار وهكاك ينقصوا اغلاط الحكم اللي تنجم ساعات تقلب موازين طرح كامل. وجابوا الطاقم التحكيمي لمصر قبل باسبوع باش يتعود على التقنيه هذه. تبدا مركزه وحاضره ما خافوش من حد شيء ان شاء الله. وبصافرة الحكم تزيري تنطلق المباراة والبداية ما كانتش قوية برشا بالعكس كانت محاولات ضعيفة. الجس النبض الأهلي يحاول قدام دفاع قوي ومنظم برشا واللي بدا يصعب في الأمور الالتحام اللي خلى خليل شمام يتصاب في راسه. أما الحمد لله عديت على خير وكمل الطرح للآخر. ومن الأول ظهر تكتيك الأهلي الاعتماد على الكرات الثابتة واستغلال أغلاط التمركز متاع المدافعين. أما كيف الدفاع صد تقريبا الكرات الكل ونقعدوا نستناو لدقيقة 17 باش تبدأ أول لقطات المثيرة للجدل وين تدخل شمس الدين ذوادي اللي برشا يراوه نظيف
إلا أنه الحكم يحتسب مخالفة ويعطيه بطاقة صفراء. البطاقة الصفراء هذه هي اللي باش تكون سبب أنه يغيب على ماتش العودة في رادس. وفي دقيقة 29 بعد باس مزيانة برشا من أحمد حمودي اللي توصل لأزار ويتيح في وسط 18، والحكم ما ترددش باش يحسب ضربة جزاء للنادي الأهلي. أما الفار يعيط للحكم اللي يقعد معه تقريبا دقيقة ونص يحلل ويعاود باش في الآخر رجع وأعلن على ضربة جزاء. أول يا ربي يا عالي انصر الأهلي الغالي وليد سليمان والحارس بن الشرفية وتصويبة حلوة جول اللي وفات بالطبيعة في شباك معز بن شريفية. ضربة جزاء كانت قرار غلط. أزار هو الذي يذهب باتجاهه بساقه اليسرى فتلامس اليد، هذه ليست مانعة وليست ماسكة وليست دافعة، وبالتالي لا وجود لأي مخالفة. مو تؤثر برشا على الترجي اللي ولا يلعب التالي. لمسة دفاع روعة من الشمام، تصويبة قوية واللمس والهدف مش ممكن. ما عدا شوية هجمات مرتدة. شعلانة ايوه التصويبة يا الله يا الله يا الله في العرض لسه في خطورة، تصويبة قوية ولكن تعدت العبر. ويوفى الشوط الأول بنتيجة 1-0 للأهلي المصري. في حجرات الملابس معين حاول يموتيفي الجوارات ويرجع فيهم الروح اللي بداوا يفقدوها، وفعلا كلامه غير حاجة خاطر الترجي هبط جيعان للتعادل. بقدم الشمام كرته عالية فوق الرأسية من السلام متابعة بلمسة، دفاع روعة من اسلام محارب، لسه في خطورة دفاع من عمرو السنة تطلع كرته تتردد الدربالي خطيرة في ايد الحارس. لين جايت دقيقة 57 برؤية بعرضية تعدي والهدف جول جول جول. برغم من بونتو القاتل الترجي قاعد يحاول. تصويبة حلوة وصدى روعة. ومن بعد هروب من اللاعب الجزائري يوسف البليلي في دقيقة 62 دياب هجمة خطيرة والالتحام وعلى طول حكم اللقاء انتهى ضربة جزاء. يتحصل على ضربة جزاء. شناوي يلا يا شناوي تألق يا شناوي صدى يا شناوي يوسف بلايلي وحطها على يمين حارس الشناوي. الهدف الاول للترجي. بونتو رجع الامل والروح في الترجي، والاهلي بدات تنقص الخطوره نتاعو والترجي بدا يرجع في الطرح. منين جات دقيقه 73 محمد هاني اماميه عرضيه حلوه جميله تحرك الامام محمد هاني العرضيه القويه تعدى على الشمال راسيه تعدي تصل يمينه جابر وضربه جزاء. وين حكم زفر واعلن على ضربه جزاء للاهلي. حد ما فهم شيء بالطبيعه، وفي وسط الخوضه هذه الكل يعيط الفار للحكم، وبعد نقاش مع الفار يرجع ويأكد ضربه الجزاء. وكي نرجعوا نشوفوا الاعاده نلقاو ازارو طاح في 18 وسبب هو التحام مع شمس الدين ذواتي لدرجه تقطع له المريول. ابو سليم وليد سليمان والحارس معز بن شريفية والهدف. وبالطبيعة ضربة جزاء توفى في الشك وتخلي الأهلي يتقدم ب3 أهداف مقابل هدف. ضربة جزاء كانت قرار غلط، وكان جاي الحكم رجع شوي بالفار وشاف أزار وهو يضرب في شمس الدين ذواتي. مفروض يقعوا تابعوني الأولاد. هاو الضربة، هاي الضربة اللي ضرب فيها شمس الدين ذواتي بيده. تعطاه لكمة يا راجل، يا راجل حرام عليك، تعطاه لكمة يلزمه يخرج ورقة حمراء. وشفنا من بعد اللي أزارو هو اللي قطع مريوله، وهذه اللقطة ما راهيش المخرج في الطرح. الناس كل تنجم تتخيل بقية المباراة. الأهلي قاعد يحاول بالكرات الثابتة والترجي قبل الأمر الواقع واستسلم. بعد تدخل في الدقيقة 84 باش تزيد الأمور تصعب، خاطر يتحصل اللاعب فرانكوم على ورقة صفر واللي هي زادة باش تخليه يغيب في ماتش العودة في رادس. وبعد صافرة الحكم اللي أعلنت على نهاية المباراة هذه بالذات خلت مزيج ما بين القهر والإشمئزاز عند الناس الكل. 49 تصويرة صفر الحكم. أنا الحكم ده أنا أعرفه كويس، الحكم أنا شايفه أقل من المباراة تماما. صراحة مش ممكن نحكيه على مباراة، لأن اليوم الحكم ذبح الترجي. أحس إن هو فرحان بموضوع الفار، فرحان إنه يروح يشوف الشاشة، ما بيركزش في الأخطاء بشكل جيد. شفت احنا فرحانين بكم فرحانين بكم جدا اقسم بالله. لا والله فرحانين بكم جدا. فرحتوا بينا قبل المباراة، خليتونا 25 دقيقة برا الملعب، فما جوارتنا عملت مساج لا عملت حتى شيء. شنو طلبات الجامعة التونسية لكرة القدم؟ اولا عقوبة الحكم بشكل فوري. انا مصدوم من الحكم، النهارده الحكم الجزائري كان اقوى من الفار. ده هو حاطط في دماغه عليا الطلاق بالثلاثة هي ضربة جزاء حتى لو مش الفار، ده لو نزل لي ملايكة من فوق. حتى في الفار نتصور هو اللي يقنع فيها من اللي فما بينانتي معنا. نجمش كي يتحضر عام كامل في حدا بيقدر شامبيون بالكاف هذي وليزاربيتر. بيتر ضربنا برشا، واللي اكد لي هذا هو اللي مشى ديريكت لفرانكو وشمس الدين الذوادي عطاهم 2 ورق صفر. معناتها ظاهرة العملية ظاهرة. فينال الفار والعار. Il y avait une assistance vidéo, donc je vois pas ce qu'il y a à redire sur l'arbitrage qui a été excellent. قررت زاد الكاف توقف أزارو من لعب ماتش العودة في رادس لما بدر منه في وسط المباراة. أما من تصريحات الجواريد هذا الشوط الثاني وبإذن الله إن شاء الله باش نفوزوا عليهم في الروتور إن شاء الله. نزلنا نتلاهوا بالكورة ما نتلاهوش بحد شيء، الباقي تتلاهوا بيه عباد آخرين. 2-0 يظهر لي نجموا نهزوا شامبيون دافريك. ومن غني جمهور في مطار القاهرة بعد الخسارة.
تفهم اللي الترجي ماهيش باش تسيب الامور بالسهل، واللي خلى برشا من الجماهير يمشيو يشجعوا في النادي نتاعهم وقت التدريبات في البارك بي قبل المواجهه. وما اكتفاش الجمهور بهيك، مشى يستقبل زاده في الاهلي المصري في المطار باش يوصل له الفكر ويوريه انه الترجي مش مستعده ان تستسلم، وانه مش باش يسلم في طرح العوده في رادس. يعتمد معين على تشكيلة الرابحة 4-3-2-1 ويدخل في التشكيلة كل من يعقوبي وبن محمد والشعليلي يزيح التالي باش يدخل الفنان سعد بقير. وبالتشكيلة هذه يحضر الترجي روحه لأقوى مباراة باش يلعبها في تاريخه. هذه بارتي من تاريخ تونس تتلعب بالليل ان شاء الله. برجولية كلمتين زبيونة وتفرح لك انت. ما نتكلمش. جمعية عريقة اللي قالها ما كذبش، جمعية عاشت معاها أجيال، ماتت في جالها رجال، حبوها ملايين عباد، الترجي من ريحة البلاد. اللحظات وتنطلق المباراة النهائية، الترجي التونسي في رادس ضد الأهلاوي. 3-1 الذهاب للنادي الأهلي في برج العرب. مباراة مشات بظروفها بآلامها، الآن مباراة العودة تو بي اور نوت تو بي. نمشي سعد بكير، هذه كرة الترجي التونسي، ممكن طه ياسين الخليسي تتحط لسعد بكير، ترجع الدعاء، كرة صعيبة والدفاع يتصدى. فما شيء العب كرة، العب يا الترجي، تمشي كرة مرة أخرى. الدفاع الأهلاوي ما هو صعيب. ترجع الكرة يلزم رد من كونتر اتاك، يمشي بدري، اضرب كرة، شوط كرة، والدفاع رجعت من سليف كوليبالي عن طريق الهجوم على اليمين. جمهور ممتاز يساند فريقه، هذا المطلوب. ترجع الكرة كولي يمشي كولي، واحدة كولي، جريلو هي خليسي خطيرة، والكرة يقلب الادوار، لانه مستحيل الترجي يكون سيء مثل الشوط الاول. دير بالي بعد الكره يا يعقوبي والكره تمشي بين شريفيه. ترجع كرة بالراس حلوة، العب يا طه، يمشي ياسين نستنى في بوتوك، ياسين اضرب كرة كورنر للترجي التونسي. غيلان حط الكرة بدري، شوت يا بدري يلعب كرة، هز على اليمين، خرج لك بلالي ممتاز، البلالي بامتياز. ترجع كرة بدري حط الكرة، هيا يا رب يحفظني صحتي وقلبي. غير بلاش للترجي الرياضي التونسي، جمهور عظيم، جمهور رهيب، هذا هو الترجي الرياضي التونسي. إنهم يغنون، إنهم للحبيبة يحاورون، إنهم يتكلمون. إنفانتينو محلى حضورك وظهورك لتشهد على بطل افريقيا يا رب. كرة من وليد سليمان، فيق كرة بالراس، ترجع من بدري، شي وليد سليمان واحد يقدم له، حذاري من الكرة، برافو سامح، اهرب يا سامح، ابعد يا سامح، خرج يا سامح، تكتك يا سامح، بدع يا سامح، ابدع يا سامح، شيخنا يا سامح، فرحنا يا سامح. الترجي التونسي 1-2، تيكي تاكا، اوه يا ترجي عاشور والضغط وفتوها، امشي زيد، خرج له واحد يدوبلمون، امشي بالكرة، اعطيه بدري، اضرب يا بدري. الهدف الثالث
الترجية يمشي البدري ولد الجمعية والكرة في تماس لا ملعوبة. ما زالت الترجي حط له قدام، حط له يا فيل، حط له يا فيل، العب يا الفيل، العب يا فيل. اليوم كلها سيودة، الكلها سيودة. يمشي غيلان، يهرب غيلان، حتى غيلان فما شوط. 4 دقائق انتهت المباراة، انتهت المباراة. رد بالك، رد بالك، رد بالك وترجع الكرة للترجي، والكرة للترجي للتونسي. برافو شمام، شمام شمام شمام، احلى كابيتان خليل شمام. زفر 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 يا بلاد. تقسيمة يومية، تقسيمة يومية. الحبشي يومية، الدولة الترجية بطل افريقيا. وبصفيرة الحكم توفى أقوى ريمونتادا في تاريخ الترجي. الليلة ما كانتش أي فوز، كانت رد على قهر وظلم حسوه الترجي وجمهوره. الليلة فرحة قلوب كانت موجوعة، وعبيد حست روحها مظلوم. برشا ناس تولد حبها للترجي الليلة ذيك، وبرشا آخرين زيد قوالهم في حب دموع. كنت أتمنى فما ناس فارقوني في الحياة، كنت أتمناهم يكونوا حاضرين اليوم. الله يرحمهم. الفرحة معز بن شريفية، المد بالليل الشمام، الذوادي وناظرها، ترجي يستناها، والجمهور والأولاد حقها عالية. والعياط. إحساس لما الناس الكل، وبصراحة أنا نتفهم هذا الكل، خاطر ماتش كيما هكا ما يتنساش. كانك مازلت تتفرج للتو يعطيك الصحة، ما تنساش تعمل لايك وتعطينا رايك في تعليق واشتراك كانك ماكش مشترك. عندي 3 حاجات نحب نقولها. أول حاجة نحب التعليقات تبقى محترمة تجاه مصر والأندية التونسية الأخرى بلا تعصب وبلا سبين. اللي يحب ينقد عنده حرية النقد أما باحترام. ثاني حاجة نحب القناة هذه تبقى ديما محايدة بغض النظر لانتماءاتي الشخصية. أنا قدرة ربي باش يكون زايدة فما فيديوهات أخرى على أندية التونسية الأخرى وإلا حتى أندية خارج تونس. ثالث حاجة واللي خليني نوخر على التهبيط هو أني تولهيت نخدم في فيديو واحد آخر اللي شدني برشا وقت، برشا ريسيرش وبرشا كتيب. تنساوش تعملوا طلع الفيديوهات الاخرى. كان معكم سيامان، تشاو. Say she wanna come and see me when I'm in a local city. I'm like, pause though, please step aside so they can see me and I